الله حيهم يا الربع ومنورين بثنا اليوم. واليوم معنا هالشخصية الجميلة لعلكم تعرفونه. عرف نفسك يا ابو سالم. أخوك الصغير حسين بن سالم آل البيت، اليامي من منطقة نجران. ونعم والله. مواليد نجران. وقبل كل حاجة فالله يحييكم، مرحبا والله متشرفين فيك أبو عبد العزيز، أنت ولا متابعينك من الناس الذربين اللي من إيجابيات الإعلام والشيلات إنها عرفتنا على مثلك من طيب خاوينات ونعم الرجل وسلامتك. هذه طبعا أنا ما أحب إني السؤال هذا ما أحبه. عرف عن نفسك. سمعت يحدك انك تمدح نفسك بس. سمعت والله وين مدحت نفسك عز الله يعني عنك مكسب يا ابو سالم. طول عمرك، انسان عفوي بسيط. سمعت البدايات كانت على قولتهم مريرة، سمعت، ولكن مليانة بالسعادة. عطنا مرارة الايام ذيك يا ابو سالم. يعني حسين ما هو يعني عايش في طبقة مخملية ولا ساكن في قصور ولا أي شيء يبغاه يحصل يلقاه. يعني سمعت أبدوي من أسرة محافظة جدا جدا. العادات والتقاليد عندهم خط أحمر رقم واحد، هي قبل كل حاجة. يعني من يوم تصحى لين ترقد وأنت تراعي لا أحد يتخاملك من شيبانك ولا من بني عمك ولا رفاقك. وش معنى يتخاملك؟ يعني أيوه. منقود. أنا سمعت يا أبو سالم إن راعي المنقود عندكم هناك يتعدونه في الصف وقت السلام، حقيقة؟ هذا العايب. هذا العايب؟ هذا اسمه العايب، وتندرج تحتها بنود تحتها. ما هو بأي واحد تقول له العايب، ولا هو بأي واحد أنت تقطع عليه السلام. أسلم. يعني عندك مثلا يا طويل العمر إذا دخل في مجلس. أسلم. مجلس وعند واحد حتى له برفيق لي ولا شيء، واحد من العربان، وقابلتك عنده وبيني وبينك مشكلة، قطعت عليك السلام، تمسكني بالحق عند راعي البيت. راعي البيت هو يكون حكم بينكم؟ لا، أنت طلبها بالحق الرجال. يعني إن أعطيتني حقي وإن أعطاك حقك مني، ولا أنت بتأخذ حقك طريقة أو بأخرى. فأنت اللي في المجلس ما يدرون إيش اللي بيني وبينك، صح ولا لا؟ يا سلام. لكن تندرج إنك عايب، ويعيد الكلام ده منك وأنت كرم يا أبو. فهمت؟ الناس ما يدرون، صح ولا لا؟ صح. طيب عندنا العايب اللي هو يجي اللي هو القاصر. طبعا معلومات بسيطة عندي قد أخطي فيها، ولكن اجتهاد مني أو بعض المفردات ما يفهمونها بعض الجمهور. القاصر اللي يجي حرمة جاره، لأن جارك يستامنك على أهله. والله عنها سمعت؟ جارك يستامنك أكثر من أخوانه ومن أهله، لأنه بيروح الدوام بياخذ الجدار في الجدار. أو حرمة جارك، أو عندك يا طول العمر اللي هو عق الوالدين، برضه يقطع عليه السلام. السارق ثم السارق ثم السارق، خط أحمر عنده، يعني يقطع عليه السلام. أمور كثيرة ما سمعت. لكن أجي أنا كنت هاوش على مثلا دراهم، ولا على حملة حطب، ولا على بيعه، ولا شريه، ولا الشيطان دخل بيننا وأقابلك عند رجاجي وأقطع عليك السلام. لا، لو بيني وبينك دم ما أقطع عليك السلام في مجلس رجاجي. لين أنقي نفسي. يعني أنا مثلا الله لا يقول فيني من حداد المميزات ما تسلم عليه ولا يطهن، لين أنقي نفسي قدام الرجاجيل. مثلا أنا سويت عيب في سالم ولا في واحد، سمعت، لازم أقصده وانصده، ويجي فيها حكم ويجي فيها كذا، ويدروا الناس إني ورفعوا لي البيضة. مدام رفعوا لي البيضة خلاص غسلت أنت العيب اللي عليك وانتهى الكلام. لكن لا يزوجونه ولا يشترون منه ولا دام منه. لكن ما سلمتها ما طنقرت ما بسلم عليك في مجلس الرجاجيل. لا يبقى عليك كيفك. الله يسعدك يا ابو سالم، منورنا اليوم في البث. والله لو بينك وبينها ايش اقول لك؟ ذبحه قابلها في مجلس الرجال يسلم عليه، ما سلمت انت عليه وزعلكم بسيط يركب في الحي. لا تقطع السلام على الرجال مهما كان. اذا انت في الشارع بكيف كنت فيه ما حد. طيب يا ابو سالم، خلنا نتكلم شوي بصراحة. يعني خلنا نتكلم عن ماضي أبو سالم وبدايته في عالم الشيلات، وكيف كانت الحياة بالنسبة لأبو سالم. البدايات
بدايات طال عمرك. سلام. يمكن 2005 6 2006 هذه بدايتي في هذا المجال، وبالصدفة يعني ما هي بهواية عندي ولا اني حاب ان الشغلة، لا. كيف الصدفة يا ابو سالم؟ صدفة جيت اتعالج هنا في الرياض، ما نجي الرياض الا الحاجتين، اما مراجعة دوائر حكومية ولا علاج مستشفى. الله يبعد بايام الشر. وجيت كنت اتعالج في مستشفى الحرس الوطني، كان عندي قطع في الرباط الصليبي. اسلم. وسبحان الله جيت على بداية قناة الصحراء، كان في رجال عنده قصيدة يبغاها توصل، وقال سجلها يا ابو سالم نبغى بصوتك. قلت تفكيني من ذا المجال ولا لي في ذا المجال؟ قال ابغى فزع منك. قلت ابشر. سبحان الله جينا ومشت معي العجلة في هذا المجال، ولا ما هي بهواية عندي يعني. أول شيء سويتها يا أبو سالم؟ لا صرت للجمهور. أول شيء بدأ الناس يعرفون حسين. أول عمل يعني، طبعا أنا جيت سجلت عمل الرجال ذا طويل العمر، كان عنده موضوع إنساني سمعت وموجهها لواحد من الأمراء، أنا والله إني ناسي مناسبتها. يمكن عام 2005 2006 جيت في الرياض هنا أتعالج على بدايات قناة الصحراء. طبعا قناة الصحراء كانت بدايتها أتوقع عام 2006. وبعدها يا طويل العمر كلمني واحد من الشباب وقال عندي قصيدة يا أبو سالم. بعض الناس بيقول كيف كلمك أنت بدأت الناس دول؟ أولا أنت مشهور وقتها وعادك صغير، منتشر لي مقطع عندنا عند العيال أيام الباندا، تذكر أيام الباندا؟ إيه. حين في الحبلة ومنتشر لي مقطع حين دندن نسميه دندان عندنا في النجران. وقال يا ولد صوتك ما شاء الله، أباك تسجل لي قصيدة في الرجال الفلاني. قلت والله ما عمري لا سجلت ولا أني بصوب ذا المجال، جاي نتعالج وبمشي النجران بكرة. يا سلام. قال قالني أبغاها منك يا أبو سالم. قلت أبشر بالسعد، لكن لا أني أعرف لا استديو ولا أني أعرف أي شيء في. قال ارقد منه. رحنا لقناة الصحراء بعد ما سجلنا العمل ده يا طويل العمر، تواصلوا معي إدارة القناة على طول، خذوا عنواني كلموني من بكرة، قالوا نبغاك تسجل. وين أنت؟ يفكروني في الرياض. قلت لا أنا ماشي النجران ولا أني بجايكم، زبط لك أعمال وتعال. قلت يا ولد ولا أني بصوبكم. قالوا طيب ائتنا وسجلنا، نبغى نعمل دام انك عندنا في الرياض حب تكفل بكل حاجة، الاستوديو موجود كل شيء موجود. يا سلام. جيتهم يا ولد لا أني مرتب لا قصايد ولا لحن، اي والله العظيم ولا شيء، لم هي بهواية عندي. ما أجيهم لم عجبتني قصيدة لا صرت بايعني أشوفك على خير مع السلامة دام ما به سلامة. ما به سلامة الله. ما أعرف من شاعرها وقتها. قلت انتهينا، قلت لك خير يا طير، ماني بأول شخص يخسر غرامه، محذرك من قبلها 1000 تحذير، لعفتني بعيف قلبي هيامه، ما جاك مني أي زلة وتقصير، كل ما خطيت أعاتبك بابتسامة، ما في داعي مدري شو يقول، ما في داعي للعتب والمعاذير، الغدر خال الجرح وطيب عمامه، ما يجيب الله مطرتها لي وخير ولا السلامة ما أشمى من سلامة. سلامة. المهم يا ولد تعطينا إياها والله صوتي يا طويل العمر رحمه، لكن أبشر يقول عندك صدى وعندك كل شيء. نركب الصدى لعيونك أبو سالم. اسلم. يقول لا صرت بايعني أشوفك على خير مع السلامة دام ما به سلامة. قلت انتهينا قلت لك خير يا طير، ماني بأول شخص يخسر غرامه، ما جاك مني أي زلة وتقصير، كل ما خطيت
عاتبك بابتسامة. عطني الشحن. صح لسانك، صح بدنك، صح لسانك وقت الشاحن. يا الربع ترى برنامجنا عفوي، والله ان نحاول نقدم لكم بطريقه بطله صراحه، وبسالم وانتم تستاهلون والله كل خير صراحه. يا مرحبا، منورنا يا ابو سالم، احنا ضيوف عليك اليوم ترى. بالعكس والله احنا ضيوف اليوم. انتم هالمكان يا ابو عبد العزيز. الله يسعدك ويكتب اجرك. الثاني مشبوك، هذه مشبوكه، خلها عشان تشحن شوي، اشبكها. اي واحده هذه شغاله مشبوكه الله. لا الثاني السلك الثاني هذا اي واصلك في الفيش، ركبه بجنبه، خلها تشحن شوي. صار له شيء ولا ما تضيع الوقت، والله كل وقتكم تستمتعون اليوم مع ابو سالم في البث، بس تونا احنا في البدايه. شبك اي خلاص يشحن، خلها على مهلها. طيب يا ابو سالم، هذه بدايتك مع الشيله الاولى صحيح؟ ايوه هذه بداياتي. طبعا اتخبر من اول ما في سوشيال ميديا مثل الحين، ولا ما كان عند الناس الا هذه الشاشه تلفزيون. اسمع، فكانوا مفعلين القنوات وقتها رسائل السمس اللي على الشاشه، الشريط يسمونه الشريط، وكانت تواصل مع القناه عن طريق في اكسار، عن طريق جايبه عن طريق الفاكس. اسلم. فطال عمرك كان يجي طلبات عليهم، نبغى حسين البيدي، كان حاطين اسمي حسين البيدي. ويكلموني، قلت يا ولد انا ماني بجايكم، انا على معك 9 شهور من القطع، مسوين عمليه في رجلي ولا اني بصوب ذا المجال، ماني برايح نضرب مشوار الرياض على سبب اسجل لي عمل، شلته ولا هبه. سبحان الله. طبعا ايش اسمه، وجهي ما هو طالع على الشاشه، مجرد صوت. يا سلام. والناس ما هم دارين حسين البيدي ذا وش يرجع اصلا، ما عندك الا شله غزليه فقط لا غير، ما في لا لقاء تلفزيوني، ما في لك اعمال، ما في الا هذا العمل. سبحان الله، جاء يمكن عام 2007 2008 بعدها فيه مسابقه في قناه نجوم في دبي، كانت نجوم فور. يا سلام. كانت هي مكسره الدنيا، كانت هي يعني هي كان نجوم 1 ونجوم 2 ونجوم 3 و4، 4 مختص في الشعراء، وكان جميع الشعراء العمالقة طالعين فيها. وبداية الشلات، وهذه معلومة ترى الناس يقولون كلمة شيلات هذه كيف جت ومنين هي جاية؟ يعني أنتم من أول تحدى من عادك صغير ولا شيبانك قد قال حد عندكم في الطايف عطنا يا فلان شلة من زمان؟ ما قالوا. لا ما كانوا مصطلح. عطنا مثلا تسمونها الحدى عندكم رجز مجالسي. ايوه انتم جالسين، عطنا مجالسي مثلا، صح. عندنا في نجران عطنا مسحوب، عطنا زامل، عطنا دندان، عطنا هياد، سمعت؟ يا سلام. عطنا رازف، عطنا قزوعي، من الالوان الشعبيه الانتخاب. الا في الامارات من عصر زايد الله يرحمه، كان في من تشله مقطع يقول يا فلان عطنا شله، يعني موروث إماراتي، عاد أصوله عمانية قطرية أنا ما أدري، بس إنها لون الشلة هذا عندهم لون إماراتي فيه تغرودة ما أدري ويش. سووا برنامج اسمه راعي الشلة. يا سلام. في قناة نجوم، وكانت يعني من أقوى القنوات في الخليج. سبحان الله، سجلني واحد فيها من الشباب وكذب علي. ليه؟ قال أبو سالم كلموني قناة نجوم، أتوقع كان مشارك فيها عبيان آل سالم اليامي أمسي عليه بالخير، وعبد الله كان مشارك في نجوم القصيد، وكان برضو صالح المانع مشارك في النسخة الثانية. كان العالم يتابعون هذه القناة الخليج، كان سياستهم ناجحة، يستقطبون بالنسبة لمسابقة نجوم القصيد، مستقطبين جميع دول الخليج وجميع القبائل، يعني علشان لكن لا يصل البرنامج وتصل القناة. صح. هذا ذكاء منهم. يعني لو حددوا القصيد مثلا على هالنجران، ما شاف القناة والبرنامج إلا هالنجران، لكن جابوا من اليمن ومن عمان وخلوهم يتنافسون، كانت القناة مرتفعة. كلمني قال كلموني قناة نجوم، قلت قناة نجوم، قال يقولون يبغونك بالاسم. يا رجال، قال وعندهم الأسبوع الجاي مقابلات.
طبعا ميزانية رفيقك ما هي بذاك اليوم، وانت بتسافر دبي اول مرة، ما بعد سافرت حياتي الا الرياض ورجعت. والميزانية مهزوز مرة انت صليت على النبي. قال حاجزين لك تذكرة وفندق كل شيء. قلنا توكلنا على الله. عز الله يطول العمر. حجزنا يوم ربوع كان وقتها. مسلم. ويوم نزلنا من المطار ورحنا الفندق، قال يا ابو سالم هذا عنوان القناة، تروح تقابل لك ورجالنا هناك منتظرك، والوجه من وجه ابيض. يا رجال راح معي انا من داري. قال روح هذا الرقم، كلم راعي التاكسي عندهم رقم القناة، هو القناة هذا اللوكيشن حقها في مدينة دبي الإعلامية اتوقع زي كذا. هو لا نسق يا رجال ما يقدر يطلع شايبه الله يخليه له، هو رجال موظف في البنك ولكن يبيه شديد عليه ما يخليهم يسافرون. شايب فاهم من الدنيا وخايف عليهم فعلا. سمعت يعني درسهم وخرجهم وكل حاجة ومسكن عياله كلهم في بيت واحد، يعني تخيل مزوجهم كلهم في نفس العمارة 4 شقق، مطبخهم واحد، ضيفانهم يعني. والرجال ذا سنه مراهقة. سمعت مسلم. سبحان الله. الشايب ذا يعز حسين ويقدره جدا فوق ما تصور. قال يا أبا حسين عنده برنامج وبطلع معه أنا مترجم، لأن عنده لغة الرجال. مترجم في دبي. الله. والرجال ما بالله يبغى حسين سبب عشان يروح لدبي. حتى الحين يوم نزلنا وجينا الفندق غير الرجال ملابسه، قال وجه من وجه أبيض، قعدنا هنا بكرة فارقني. قلت ثبت الله يستر عليه. جيت القناة سبحان الله سجلت فيها وجازوني طبعا. قالوا يوم أخذوا اسمي طال عمرك رشحوني أنا السعودي الوحيد في البرنامج، برنامج جديد. قالوا متقدم علينا 9000 سعودي، أنت الوحيد اللي اخترناه ترى، وانتبه وفي شرط جزائي. وقاموا يتكلمون معي، طالع ما في إلا أنا اللي قدم عليهم. لأن ما حد بعرف. بعدين أنا بعد ما منت عليهم وبعد ما يعني كان البرنامج إماراتيين عمانيين. وسبحان الله يعني كانت نقلة نوعية لحسين. يعني جوالي من أول ما يدق ما حد يدق عليه إلا كنت أنا حمل لي ركاب ومعي زباين عليه طول العمر. والله عمر العشية أصب عليه بالخير أبو محمد. سمعت والله يعني ما أكثر وقتها ما حد يدق، حتى إني أرقد وأخلي حام ما حد يدق، أفرح لحد يتصل علي. الزبدة طال عمرك مجرد إني طلعت من القناة ذاك اليوم كان على الهواء مباشرة لايف. وطلعت مع الحدود ما كان جوالي يستقبل. لهم يكلم القناة قالوا فيه كثير جانا كم هاي يطلبون رقمك عادي يتواصلون معك وتعطهم. إيش أول من كلمني مكتب صاحب السمو الملك الأمير سعود بن عبد الله يذكره بالخير. كانوا عندنا احتفالية في جدة مناسبة توقع اليوم الوطني ونبغاك تشارك معنا. قلت أبد احنا في دار الوطن اللي تبون أبشر. قالوا طيب عطنا إيميلك ولا المنسق مدير أعمالك، إيش التكاليف كم تكلف، عندك أعمال عندك. قلت يا ولد أنا جايكم هذا شيء فيه للوطن وابشر بالسعد. فهذه كانت انطلاقة حسين. وبعدها جاتني مهرجانات، تعرفت على الرجال شرواك طال عمرك. المجال ده وصلني فطاحلة الشعر. سمعت خلنا فطاحلة الشعر هذه خلها على جنب. أنا بسألك سؤال مهم. فاكر العرضة حقت الأمير خالد الفيصل يا داري اللي دار في عكاظ؟ أنا حاضر يا أبو سالم. أول تعارف بيني وبينك كان يا أبو سالم ذاك الوقت فشل ذيك صح؟ الأمير خالد الفيصل مسك على جنب وش قال لك؟ بالنسبة للمهرجان ده من أفضل المهرجانات اللي شاركت فيها لعدة أسباب. مهرجان عالمي ترى ما هو على مستوى الشرق الأوسط ولا يعني كان. نعم. وكانت أكثر من قناة أنا قلتها لايف. كان في فنانين مشاركين قبلي في نفس الفقرات الحفل. طبعا شاعر عكاظ من عهد الجاهلية أتوقع أنه موجود. سوق عكاظ وكان فيه منافسة. وأتوقع النسخة اللي شاركنا فيها أتوقع 18 ما أدري 19، لكن ذاك النسخة استلمها الأمير بدر عبد المحسن الله يذكره بالخير وسوى لها نقلة نوعية صراحة. يعني حطها مهرجان عالمي.
اول برنامج ذاك اول موسم كان اول مره تدخل الشلات في مهرجان اسمه كان قبل الفنان عبد المجيد عبد الله، وكان فيه والله في اكثر من فنان اسمه، كان فيه لوحات شعبيه، وكان فقرتي اخر فقره 4 دقائق. ما عرض الامير خالد الفيصل الا على الشله حقته. اني بعلمك يعني كان طالع توها عمليه في رجله، وكان بيطلع على المسرح، وقالوا ما كان في تسليم جوائز الشعراء مرتبينها على المسرح، قالوا لا عند طويل العمر لانه تعبان، وقدموا الفقرات الشعراء، وقدم عبد المجيد عبد الله لوحته، وقدم رامي عبد الله برضه لون من لون الطائف، ايش اسمها الحجاز، المجرور، اللي جمع فرقه المجرور. المجرور سمعت كان لوحته مره بطله. وجيت انا جيت اخر الفقره طال عمرك، اخر الحفل ب4 دقائق، جيت بلون موال بسيط، وبعدين جبنا بالقزوي، بعدين الرازف. طبعا اللي كان معي المسرح كلهم اخواني وعيال عمي، ما في ولا احد من برا. طبعا عمر العسيري يعتبر منا فينا، يعني ما يحتاج ابو محمد، يقول دائم يقول انا ماني من العسيري، انا من نجران، طول عمره. فبعد ما انتهى العمل اسلم، الا جاينا الاخويا يدعوني، قالوا انزل لي ميري راك اثناء الحفل. طبعا قاموا طول الحفل تخبر جالسين، ما حد قام، جات الفقرات كلها يصفقون له. يوم جات عرضتنا يا طول العمر يقوم. يا سلام. نادوني، قلت ما انا ماني بنازل الا ابو شنب معي اللي هو فهد، ماني متقدم مع الاخي، وهذا اتخبر بروتوكول امنيا ما حد ينزل. سمعت كانوا المراسم او ما ادري يسمونهم في الاماره هم اللي مستلمين امنيا الموقع. يا سلام. لا يقول لي ميري ابغاك، وانا اقول لا، ويردون فهد ما ينزل لان فهد معه جنبيه، فهمت؟ والله ما اقول كذا، لا فهد معي. نزلنا وقال لي مبدع يا حسين، والله يطول عمرك، وانت هذا اللون او موروثنا انكم تقدمونها بهذه الصوره من ذاك الكلام. اعطاني كلام بدرجه ما يخطر لك على بال، وكان منقول على MBC الهواء مباشره الحفل كامل. اقطعوا MBC يا طويل العمر البث، خلاص انتهى الحفل. سمعت وطلعوا التتر، الناس يعرفونه، وجابوا الزوم من برا، وخلاص. الكواليس ما حد صورها الا رايد عبد العزيز الرجال ذا. يعني لو تكتبون في اليوتيوب عكاظ حسين البي، تكتبون كواليس تطلع لكم اخر الفيلم لما نكتب كواليس من تصوير رايد عبد العزيز. الله يسعدك يا ابو سعد. نزل معنا على المسرح وشغلوا لهم الشله من جديد، ولعب معنا الرازف والقزوعي، وكانت من اجمل الليالي هذه بخصوص عكاظ طال عمرك. طيب فيه كلام مهم يا ابو سالم. حلو. ذيك الليله حضر شخصيه تمثيليه 2، في حضر اكثر من ممثل، بس في بعد الحفله استوقفني مواقف مع واحد من الممثلين، فايز المالكي. هل هو كان بدايه التعارف بينك وبينه يا ابو سالم؟ لا وين، كان معرفتي به زمان ترى. هذا الحفل كم عام كم عكاظ؟ الحفل قديم ترى. 4-5 سنين تقريبا، ممكن اكثر. يعني 2019 2018 صح تقريبا. كان عارفها من عام 2012 ولا. خلك الكاميرا عليك، لا تتحرك، الكاميرا عليك يا ولد. هات فنجان اسد. صب لكم يا متابعين، صب لهم يستاهلون ما شاء الله. والله سالم هنا في الدعم اللوجستي. بعطيك اشراف يا سالم، تعال عطني الحساب حقك، اكتب 1. شوف عمر هنا في بلكه كلهم بيكتبون 1. اكتب لي اشوف اللي اسمه سالم. في برنامج اسمه عيش صحاري قد شاركت فيه ابو سالم. من اجمل البرامج. في اشخاص هنا قاعدين يسألون يقولون برنامج صحاري. عيش صحاري 2009 صورناه، كان من نجومه عمر العسيري، وكان هو النجم الحقيقي يعني في البرنامج وفي الفيديو. شوف احنا طلعنا رحلة دم وريد. اكثر واحد يفضل ابو سالم خوة ومحبة وتقديرا عمر، تحبه صراحة. انت تتكلم عن الرحلة؟ لا انت تتكلم عن الرحلة؟ لا ما بتكلم عن الرحلة شوي. انا ابغاك تكلمني عن موقفك انت وعمر يوم كنتوا كدادين، والسالفة اللي صارت لكم. اي سؤال فايدة مع ابو محمد. ابو محمد معرفتي به هده
خبطتني لين كل منه ترك الثاني. سمعت انا مشبه عليه، كان معه جراندي هو الله يستر عليه جراندي 90 مدري، ولا كان يفحط ولا كان مهجول، كان رجال نسيده من دوامه للبيت. سمعت رجال عاقل الله يذكره بالخير. تسلم. ولا في واحد الله يرحمه مشبهين معه نفس السيارة، وكان بيننا وبينه مشكلة مع عيال عمي ما أعرف عنه، قالوا في حي الفهد. وجيت ولا أبو محمد عند البقالة طال عمرك، هذا أول تعارف بينكم؟ خبر من أول قبل العصر وين يجتمعون عند البقالة. عند البقالة ليه يجي العصر بعد صلاة العصر بعد الساعة 4 يروحون يلعبون كورة. يا سلام. بنجينا نلعب كورة عندهم على الحزام، ولد عمي متهاوش له ويا تهاد له ويا واحد. يا سلام. ايش مواصفات الرجال ذا؟ قال معه جراندي سودا امريكي استخدام. انا معرض قاعد ادور له الاسبوع، اجي لهذا الجراندي مصفطه، هذا ابو محمد راعي السياره اركب يعني عندنا عيب انك تخبط الرجال، يعني عندنا عيب انك تنزل على الرجال معك مثلا عصا ولا سكين ما معه شيء. ايه اعزل يعتبر. الله هذه مهمه رجال. واذا في فراعه تفتن فيها معناه تنكر خمه، يعني اجيك وبينكم بينك 5 رجاجيل وتفلت، هذه عندنا المصطلح اللي عندنا. سمعت اجي بدون سلام بدون كلام، قلت اركب من الوالدي. ايش تبغى؟ قلت يلا اركب ابغى كلمه راس. قال هيا مشينا. المهم ايش عندي لك؟ يعني الرجال متفاجئ. قلت ودني المطار القديم مع حي الفهد مع شارع ال40 بننزل من تحت العبار ما ببعد به من الناس. اي الرجال خاطر ولد عمي وباخذ قضاء. سمعت اسلم. يلا ركب صوره وننزلها الحين. ايوه ركب معي ابو محمد. المهم يا ولد ايش عندك؟ ما انت كنت بتعرفني يا ملعب الوالدي. طبعا متنفذ انا والعصبه يا طويل العمر ماخذني احتياطي. المهم بعد ما جينا عند العباره قالوا تشتاق؟ قلت ابى عن والديك. بعد ما قالت عن والدي في المطار القديم لا ذا الحين. المهم انها مطلعني مع القزازه هو. سمعت وانت دابه غنياه يا طويل العمر ما عندنا احد. بعد العباره احنا رايحين من الثايبه صوب المطار القديم ما في احد، طريق مهجور ولا بحد. المهم كل منا عطى الثاني لين قال بس فحمنا تعبنا ووقفنا ومسكته بيده. قلت خل نريح. الا هو اللي قال ما ودك نريح شوي؟ ما كان يدخن الرجال. اجيب الطاري لا يطلع محمدنا. اسلم. قلت له ودك خلاص؟ قالوا لا خلاص. نحن بك ايش العلم؟ قال يا ولد والله لاني اعرفه ولا بيني وبينه ولا من ذاك الكلام. هذه بداية المعرفة مع ابو محمد ونعم الرجل ابو كياس. سمعت هذه يرزقنا الله فيها. يلا معوض خير. طيب هذه بداية التعارف معه. سجلنا في عيش صحاري، غيرنا البرنامج من فكرة لبنانية لأن عندهم سلسلة عيش براري وعيش سفاري وعيش صحاري. ما سمعت؟ مسلم. فكرة لبنانية. ويوم جاء عيش صحاري قالوا بنسويه في الأردن وبعدين قالوا في السعودية. وجو عندنا ترى كانت فكرة البرنامج اللي تابع عيش صحاري ما هي بنفس اللي شافه طلعت في التلفزيون. جلسنا 5 أيام ما صورنا، جايبين فريق وجايبين بدال وجايبين طاولات وكان يسمونه فريق وكابتن. يا سلام. لأن الطاقم كله لبناني ما يفهمون شيء في البداوة ما يفهمون شيء في الصحراء، يعني فما جاء تجانس. والعقد حق المخرج اللي هو أبو جاك الله يذكره بالخير كان سوى تأشيرات الطاقم اللي معه مدتها شهر، أجار المزرعة اللي مستجرين فيها مدتها شهر وراح يعني يمشي مع الوقت ما بعد سوى شيء. فيقول لهذا الحين أنا خسران. كل ما جاي يصور والشباب باقي جداد. بعض المفردات تمشي عليهم، المفردات اللي مهب خبر تنافس تحدي مثل اللعن مثل أي شيء أو الكلمة اللي مهب زين أرخمها الله يعزكم ولا الكلام تمشي مرور الكرام عليهم. جينا وغيرنا الفكرة يا طويل العمر، حطيناها قبيلة وشيخ، حطيناها بيوت شعر، حطينا بدل ما حن تنافس تحدي على فلوس حطيناها حلال. يعني أنا ما كان خذيت فلوس لو تقص راسي قدام الناس وكذا، حتى لو حق مشروع لي ما هي بزينة. صح أنا سمعت صادق. فبالرغم انها عايديه يشوفونها بعض الناس، بس انا زي ما قلت لك العادات والعيب عندنا خط احمر في كل حاجه. يعني جلستك كلامك
محسوبة عليك يا الرجال، معلمينا شيباننا من عاد بزرع. فحولناها قلنا حلال، ما دامكم معطينا حلال لا تعطونا هذا الحين، لأنها بداية البرنامج نتوزع فريقين بعدين يقسمون الحلال، عندنا حدود 90 راس. يا سلام. و5 من الإبل وثنتين من الخيل. قالوا نقسمها وخلاص تصير ريالتي على قولتهم اللي هي تصوير اليومي، كيف ترعونها، كيف تطبخون ذاتكم. قلنا الحلال ذا خلوه عندكم، وكل ما تنافسنا في تحدي عطونا منه، يعني على حسب قوة التحدي. بعض التحديات ناخذ 10 من الغنم، بعض التحديات راس من البل، بعضها عنزين، بعضها زي كذا. وهذه الفكرة اللي اعطيناهم. انا ما شفت البرنامج بس تحديات برنامج انا جالس بس اتواصل مع وزارة الاعلام علشان اخذها من عندهم وانزله في اليوتيوب، لان اللي موجود في اليوتيوب متقطع ما هي بالحلقات كاملة. فهذا بالنسبة للبرنامج الصحاري. غيرنا، جبنا فيه زوامل، وجبنا فيه طويل العمر شبت الضوء، وجبنا فيه الذبح والسدح، كل شيء. غيرنا البرنامج اللي في مخ ابو جاك، وكان يعرض في رمضان يا طويل العمر قبل الفطور. كان من ضمن المشاهد يا طويل العمر مسلسلات سكتم بكتم اللي كان مكسر الدنيا، ما كان فيه طاش ما طاش، موقف دخلوا بسكتم بكتم. وبعد ما انتهى كنت خبر كل نهاية عام يجي السينما العربية او ما ادري ايش مهرجان اللي مرة يحطونه في القاهرة مرة في الأردن. وكان أكثر مشاهدة اللي هو عيش صحاري على سكتم بكتم على البرامج على مستوى العالم العربي. خبر في رمضان كلنا يسوي له برنامج، مثل ذا الحين هذا يسمع الخبر ذا المصري يسوي رامز متى يعني مكسر الدنيا الحين مشاهدات في رمضان، يعني هو رقم واحد. تدري بدايتها كانت من عند وين؟ عند واحد ممثل قديم مصري يكون مليون، وكان يعني من الدليل انه الشغلات هذه يا ابو سالم انهم يرتبون لها ولها ترتيب مسبق. يعني في ناس صب لك يا سالم تقهوى يا الربع. سالم معنا بالله تجي تعال خليهم يشوفون وجهك يا سالم، وان شاء الله تجي. تعال جنبي بس برهم وجهك وارجع عادي. هذا سالم معنا يا الربع في الكواليس، الله يكتب اجرك يا سالم. سلمت يا ابو سالم. هذا سالم حبيبي. هذا يمسكم بالخير او يصبحكم بالخير جميع. ايش حالكم جميع؟ الله يعطيك العافيه يا رايد، دائما مبدع متفوق على ناس كثير بالذات في الاشياء التقنيه، جدا مبدع. والله ان شاء الله موروثنا يطلع بشكل يستاهل باذن الله. طول عمرك يعطيك العافيه. الله يسعدك. نرجع لك يا ابو سالم على البرامج. اسلم عندك المايك. الله المهم ان ابو محمد طالع. انا قلت تقهوى ولا صبيت لابو محمد سمعت؟ اسلم. هذه اللي جاب الطاري عمر معكم في البث؟ ما ادري والله يا عمر موجود معنا في البث. اسلم. طبعا انت عرفت انت بسالم كذا حاف، سالم بن محمد آل عمر، الحين خواله هو بزينة والله يطول عمره ابو محمد. ونعم. طيب ونعم والله ونعم مليار. هذا يا طويل العمر طال عمرك بالنسبة للبرنامج راح بخيره وشره، لكنه من أجمل البرامج اللي الواقعية اللي شوي لو بشهادات عطونا صاعقة. هذا برنامج عسكري. تحديات يا طويل العمر على 7 كيلو وعلى 8 كيلو في عز القيض. سمعت؟ في عز القيض نقوم الفجر الساعة 7:30 8 تفطر وعلى طول تحدي، ترجع تريح الظهر تسوي غداك العصر تحدي، ما يجي في الليل إلا قدك ميت. سمعت؟ من غير داحش الغبرة على قولتهم بيننا وبين الفريق الثاني، ومن بين لا ينهزمون بكرة بنطلع في التلفزيون نحن مهزومين تكفون يا الربع، وما بين المحارش اللي يسويها المخرج نفسه يسوي حركات ما ندري يظلمنا ظلم يعلم الله من سبع. هم يدرون اللي يتابع البرنامج يا ولد يظلمنا ظلم. ليه؟ تخيل نحن فزنا بالجولة الأولى والثانية والثالثة، طبعا كل جولة فيها 5 تحديات، والرابع الفوز الجولة الأولى أتوقع أنه فاز الجولة الثانية فزنا الأولى والثانية قال هذول يا أخو لما يجي المشاهد يشوفها بعدين بيعرف أن الفريق ذا فاز. سمعت؟ أسلم. فقال لازم أصنع تنافس. سمعت؟ وقام يحارش بين الفريق لين طلع مننا الناس الأقوياء زي كذا.
برنامج لن يتكرر. ننتقل مرحلة ثانية. تفضل. ندخل على الثقيل يا أبو سالم. ترانا بندخل على الثقيل وبنسأل عن أشياء مهمة جدا. طيب يا الربع لكم فقرة إن شاء الله، فقرة أسئلة لكم، بتسألون أبو سالم الأسئلة اللي أنتم حابينها، بس خلوكم معنا، احنا مستمرين معكم الليلة. طيب يا أبو سالم، في موقف بينك بين الفنان فايز المالكي، وتكلم الفنان فايز المالكي قال أنا ما عندي علم عن السالفة كلها، روحوا له حسين. الموضوع أخذ مستوى كبير وانتشار كبير يا أبو سالم، حنا نبغى ناخذ بعض التفاصيل من أبو سالم. طيب قبل كل حاجة وقبل ما أسج، الله يصبحه بالخير أبو راكان. أنت تقول فنان وإنسان، هذا الإنسان هذا اللي حط عليه يمكن اللي وصله إنه ما وصلنا فن فايز المالكي. طبعا هو مبدع وناجح في مجاله، سمعت له السنين، ولا باللي أقيم أبو راكان في هذا المجال. يعني بقول ما أنا بقول لك إنه مثل إنه فاشل، لا، ناجح ومسيرته حافلة، لكن وصل للملايين وحبوه الناس بإنسانيته مواقفه اللي الله يذكره بالخير. لولا إنسانيته ما راح يدور رقم حسين على البيت وكلمه علشان يتوسط به على رجال لعله عسى أن يكون حسين سبب في هذا الشيء. الموضوع ده والله الذي لا إله إلا هو ما ود أن أبو راكان طراه في الموضوع في السوشيال ميديا، وله سنين وهي بداية معرفتي مع أبو راكان، والحمد لله على كل حال. يعني كنا سبب، ما سمعت. ولكن بعد سالفة أبو راكان ما في سجين في بالك محكوم بالقصاص إلا ما تواصل مع حسين. سمعت. وهذا حظ ورزق ونعمة من الله. ترى بعض الناس يتضايق إذا حد كلمه يبغى له حاجة، يقول يا أخي أنا فاضل دولة العالم، ما يدري أنها نعمة والله. والحضيض اللي يجيه الجميل ولا يجر للباب يدقه الباب. ناس يخسرون ملايين على سب يدور لجر ولا يبي يساعد الناس على أي تقضى حوائج الناس. أنت سمعت، ما أزكي نفسي لا أنا ولا غيري، سمعت، لكن رسالة لأي مشهور طلعت أنت في الإعلام وجاك واحد محتاج، تأكد أنه ما دق تلفونك ولا دق باب بيتك إلا هو محتاج ومرسله الله. يعني قدرت أنت تساعده، هذا اللي هو متعشم فيك وبتكون سبب، وابذل قصار جهدك. ما نبقى لك رحت تدين ولا ادخل السجن بداله ولا لا، يمكن أنت تكون سبب. من ضمن المواقف طبعا سالفة أبو راكان تأخذ لنا وقت طويل وأنت ما تبغى تقولها وأنت متحفظ على السالفة. لا والله أنا قد تكلمت فيها، أنا تكلمت الموضوع وموجود في اليوتيوب، لكنها طويل. أنا موضوع نتكلم فيه اللي أقول لك بعض الناس يتضايق، يعني ناس من أخويانا ومشاهير وناس رجال أعمال لما حد يكلمه ينخاف ولا شيء يرجم بالجوال ويسب وكذا. ليه؟ أما تكلم ولا على الأقل اسكت، لا تبين قدامنا أنك ذي الدرجة. مو بشرط أن أي إنسان بيكلم حسين البيد أن موضوعه محلول، مو بشرط أن أي واحد يكلمني موضوع ما جاك إلا لقيته متقفل عليه من جميع النواحي نحله عند حسين، حله عند الله. نعم الله العظيم منها موقفين إني ما أنساها. قالت عندي هنا عماد العنزي أبو تخيل الله يصبحه بالخير، قالت علينا رجال والله إني ما أعرف طلبة ما جاءنا وتقهوى عزمنا، قال كرامتي موضوع أبو سالم أبو برزوق، قلت والله ضيفنا ولا نبقى من عنده. الرجال هذا أخي، اعتبره أخي مرة، وأنا والله صادق. قال موضوعي في المكان الفلاني، فصل ما فصل غياب، وكان مع أبيه سمعت ورجع ما جاب تقارير، يعني النظام والدولة حاطة هنظمة. نعم. أنت يا أخي جيب لك تقارير ويجيب لك كل حاجة يمشون معك، لكن تغيب تأخذ لك 6 شهور من العمل وتجيهم تقول أنا كنت معي، بتجيب تقارير أبوك، لازم إنك تجيب إنك مرافق معه، تجيب تشعر أخوياك. نعم. سمعت؟ قلت والله دام إنك جيت أنت أبشر، والله ما عندك إلا واحد من البيت، دام إنك تعسني فراشي في محل، والله العظيم لو إني أعرف حد في المكان الفلاني لا أروح له هناك ذا الحين، لكن مثل اللي عايمن في بحر ذا الحين ما نبدأ وين أروح، لكن عطني جوالك وبيصير خير.
قال أبد أنا ذا الحين يقول أبو سالم ارتحت حتى لو ما عندي يكفيني استقبالكم وحلفك لي ذا. أثناء الكلام طلع أبو تخيل قال معي مكالم عماد اسلم والله رجع وجلس. طبعا بعد ما سر الرجال قال أبو سالم عطني رقم الرجال تلفونه. الشيء قال أنا مكلم الرجال إذا الرجال صادق تراه بيرجع، لكن ترى بعض الناس أبو سالم يجيك ويعطيك أعذار وملفه أسود. ترى الرجال إذا ما عليه مخدرات ولا عليه سوابق ولا من أمور الدنيا إذا عذره يبيه اعتبره راجع الأسبوع الجاي. إيش قال كلمت رجال قلت الله يبيض وجهك والله ما طرى لي 1% ولا كنت بكلم لما ما هو بفجأتهم. طلع رفيق له سنافي وده بالأجر والرجال ذاك صادق اللي قلت عندنا. فتواصلوا معه ورجع وجاني لهنا وقام يا بيكرم. قلت يا ولد الله اللي مرسلك والله اللي قضى لازمك. نعم. والله اني لا تعبت سيارتي ولا تعبت نفسي ولا خسرت من حالي ولا مالي ولا سويت شيء. نعم. تراك غالط ونصيتني العلم وسمعك حمر عين عندي في المجلس وقضى لزومك. هذه من ضمنها. موقف ثاني يا طويل العمر جاني رجال وجاين بأمه من مكة ومن أهل الكويت ورايح حاجز من الطائف على الرياض علشان يقابلني. كان رحلتها الصباح اتوقع الساعة بيصل في الرياض الساعة 9 ورحلتها العصر. والله اني مقابله في المطار واجه له موضوعه كايد فوق ما تتوقع. وكلمني يبغى له يعني قلت مدخل فيها محامين مظلوم وابو محمد معي ذاك اليوم في السيارة وكنا رايحين للرجال محمدين. الرجال يقول بقابلك لا ما ادري كم ولا علمني لا بسمه ولا شيء. قلت بروح الرجال هذا يا ولد المبتلين في نفسي خلني اروح عي الرجال يقول انا ابغى اقابلك يا رجال بعزمك يتني. قال علمني متى تكون في البيت بجيك. رايح له والله ما ادري ايش الموضوع. جينا في المطار الا هو جاي ملفه وشرح لنا وضع اخوانه مسجونين ومن ذاك الكلام. طبعا متهمينه عنده جناسي هنا جنسيتين والرجال ما عنده اي حاجه. يمكن عنده بيهم من اول لكن هم ما عندهم شيء ومحامين امورهم في السليم. لكن جاء عندهم مشكله ودخل الرجاجيل في السجن. ناس ظالمينهم عينك وناس أقوياء وناس واسطة. قالوا عطونا ما يثبت من السعودية ان ما انتم طبعا عندنا ما يعطونك برنت من اول تروح دي ويعطيك كشف انك ما عندك ذي ما انت هذه عطني خطاب وكذا. المهم الرجال محجرين لهم هناك كل ما جاوا يرسلوا لهم سالفة طويلة. اسلم خلص الموضوع قلت ابشر مالك الا اللي يرضيك. طلعت طول العمر يكلمني واحد عجمي الله يمسيه بالخير والله انا عاد طالع من المطار. قال فلان آدمي عنده مناسبة ويبغاك تحضر في الاسطبل اليوم في الويكند هذا ويعزك ويقدرك. قلت أبد أبشر بالسعادة. الرجال ذا مسؤول عن الموضوع ذا. شوف الله اللي منه سنين رفيقي العجمي لي سنين منه الله اللي سابق ورب البيت في هذا اليوم. رحت عند الرجال قلت أنا ما نمكلم من الرجال ذا ولا لي وجه إنه كلمه. أنا السالفة كيت هذا رقم الرجال وتواصل معه. طبعا نظامية الشغلة ترى ما هي فوق القانون والله. نعم. الشاهد من 7 سماء. نعم. كان أبد تعال وأنا اللي بعطيك الخطاب إنه لا يوجد عندك كذا وأعطيك برنت وختمه لك ختمه من هنا من السفارة والله يستر علينا وعليك. ما عنده. طيب الله لا ما عنده شيء. طبعا راح خلصت موضوعهم ما خلص والله إني ما عاد دريت عنهم ليوم كذا. هذا من الرسالة اللي بقولها إن بعض الناس يتضايق إذا جوه ناس سمعت وبيقول أنا ما عندي شيء. مثلا يقول أنا مثل موضوع عندك يا أبو عبد العزيز يجيني رجال يقول أنا أبا موضوع من الطائف عند رايد. أقول والله لا أنا برايح النحرجة ولا أنا عارفه ولا بيني وبينه. نعم. والما طلع عندي أقول يا ولد إيش تكون من الناس ولا ما يستحون الناس ما أدري ويش لا يا ولد إلا مرحبا ومسألة وببذل جاهي في شيء فيه حلال ولا فيه مضرة للطرف الثاني. ما سمعت دائما تكلمني في موضوع ما في مضرة لأحد على خشم اللي علينا بنسويه الباقي على الله. في مواضيع لأخواني ما قدرت أحلها مواضيع لي أنا علي الطلاق إني ما قدرت أحلها ومواضيع الناس مثل ما أنت تشوف تنحل في غمضة عين وبعض أكثر مواضيع ما تنحل. أنت سمعت وجعلنا وياك من المقبولين. الله يجمل حالك هو يقوينا ويقويك على العلم الطيب يا أبو سالم. علومك غانمة. خلنا نرجع لعالم الشيرات والقصايد والأمور الحلوة هذه صارت. وبرضه تعقيب على كلام حديث يا أبو سالم. في حديث
فيما معنى الحديث قال يقول أن هناك أناس يمرون على الصراط كالبرق لا هم بصديقين ولا هم بأنبياء. قيل من يا رسول الله؟ قال أناس تقضى على أيديهم حوائج الناس. أسأل الله أن يكتبنا منكم والمتابعين. اللهم آمين. طيب رجعتنا يا أبو سالم الآن لموضوع دقيقة بس خلنا نضبط الشغل هنا. الشيرات في لك مقطع تصميم قصيدة يا أبو سالم الخصوني تعرفها؟ لا والله إني ما أذكرها ولا أعرفها. الشير خصوني آخرها يوم زقل والخصوني عن القلب تتكلم هذه القصيدة. من عقب ما جوني وقالوا مجاريح. مجاريح يا للأسف أكرمتم مجاريح. إيش فيها؟ هذه من كلماتي. من كلماتي. نبغى نسمعها. طويلة لكن بعطيك منها بيتين. لا أعطني إياها كاملة اليوم حنا مطولين وبثنا مضبوط اليوم. عدل أبشر. أبوك ياسر. طيب. هذه من اليوم نحطها خلفية هناك عشان نضبط الاستديو. أبد. يقول يا طويل العمر طبعا أنا ماني بحافظها والله إني أشوف عاد اقراها من جوالك يا أبو سالم. طبعا من أفضل الأعمال اللي سويتها أفصل دي الأسلاك طال عمرك يرزقني الله. يعني تعبنا في التصوير سويناها فيديو كليب وبالمناسبة طلع معي فيها سعيد حامد بس صبح عليه بالخير وطلع في مشهد انه السروق والحرامي وملعون الجديد ترى للبيت كلهم يكرهونك كل ما شافوه قال يا سعيد. سمعت اللي يبغى شوفها اسمها مجاريح بيلقونها في اليوتيوب فيديو كليب صورناه يا فخر ابحث عنها ونزلها رابط للمتابعين. ما سمعت يعني فيلم مسلسل مثلت كل شطر فيه لكن القصيدة يقول طال عمرك من عقب ما جوني وقالوا مجاريح يا للأسف داويتهم وجرحوني سكنتهم صدري على هبت الريح ويا للأسف أكرمتهم وجحدوني أقوم لرضاهم على ساق وأطيح كبرتهم يا قلب واستصغروني أقوم لرضاهم على ساق وأطيح كبرتهم يا قلب واستصغروني وأنا الحزين اللي همومه مراجيح أرخي على حمل الليالي يمتوني وأنا خاف أسدي على الناس ما بيح ما غير أطوح للقصيد الحوني يا نود هبيني هبوب المراويح هبي على صدري الفايض شجوني وفيت معهم من محبة وتصحيح يوم استويت لهم يا قلب طعنوني يا ويح يا بعض العلاقات يا ويح يا ويح ما غير هوني يا المشاريح هوني بغيتها تلميح ما جات تلميح قصيد تنغنى بها حزن لوني وشلون أعديها وأنا واصيح أنا أشهد إنهم يا الزمان وجعوني جوني وأنا فال الوجيه المفاليح يا ليتهم عقب الغدر فارقوني وسلامتك يطول من كذا. في طلب يقول منها شطرين شطر اللي تختارها أنت. شوف بعض الشلات ما تصلح لايف لكن من عقب ما جوني وقالوا مجاريح يا للأسف داويتهم وجرحوني سكنتهم صدري على هبة الريح يا للأسف أكرمتهم وجحدوني يقوم لرضاهم على ساق وطيح كبرتهم يا قلب واستصغروني يا ويح يا بعض العلاقات يا ويح ما غير هوني المشاريح هون إلى آخر القصيدة طال عمرك. أنت أكيد عندك قصائد ثانية صح؟ بويتات. فيه شاعر أول شيء نقول إن الله يرحمه ويغفر له. اللهم آمين. بينك وبينه علاقة قوية يا أبو سالم. الشاعر هذا اللي بينك وبينه علاقة قوية أنا أبغى أسألك متى اجتمعت هالعلاقة بينك وبينه؟ وش دار بينكم؟ أنا سمعت أن الرجل يفضلك في كثير من المواقف في كثير من الأحيان
وبينكم وبين أخوة وصداقة كبيرة. الله يرحمه الشاعر سعد بن جدران. نبغاك تعطينا من المواقف اللي جمعت بينك وبينه والقصائد والشيلات اللي شلتها له. أبو محمد جعله الجنة مهما تكلمنا فيه مقصرين يعني. وفقيدة إذا سمعت قالوا فلان فقيدة يطلق على ابن جدلان، ما هو فقيدة على كلب بس ولا هالبيشة ولا على السعودية. اسمت حتى علينا فقده علينا مثل ما فقده على ربعه وبن عمه. علاقتي مع أبو محمد جعل الجنة برا الشعر وبرا الشيلات، يعني ما يقيم الرجال بقصيدة ولا بشيلات. قصيدة إذا ما جمعها مراجل وعلوم طيبة ولا آخره كلام. اللي وصل أبو محمد الجزالة اللي عنده والقصيد اللي عنده اللي مهوب عنده حد، الراسة طيب وعلومه طيب، خفيف نفس كريم سبلة ويجامل الراحة خويه رفيقه في السفر ولا في أين كان، تحط الضيم عليه وكل شيء عليه ولا يبين لك ولا هو بصغير سن شايب. اللي مثله من الشعراء اللي أقل منه درجة ما يمشي إلا معه موكب وبشته وخدم مدري ويش، ولكن وينهم والله ما حد درى عنهم رغم انهم شعار وجازلين. انا سمعت لكن ابو محمد اللي وصله النية الصادقة ولا يقف احد، وان طلع عندك ماجوب جاك هلا ايش يبغى من حسين من يمكن عمره مثل اصغر من عياله، لكن صار موقف بيني وبينه بداية معرفتي به وجعلنا عند حسن ظن المطاليق. علاقتي وياه فوق القصيد. بعض الناس يفكرها شلة، مثل بعض العلاقة بين الشعراء المنشدين الحين تلقى علاقتهم ما يعرف الا في الاستديو، بس يجيك شاعر كبير ومعه منشد يطوي العمر متى ما ابغاه بس تعال غني لي الشلة الفلانية والله يستر عليك، واني انا المتفضل وانا اللي متفضل عليك، انا الشاعر الفلاني. انت سمعت تأثرت نفسيتك من يوم ذكرنا الشاعر فقيدة ان الله الشاهد. حتى اسلوبك على البث تغير. الله يرحمه والله يغفر له. اللهم. لكن كيف كان التعارف؟ مكالمة تلفون في الليل وانا في الاستديو. طبعا انا كنت ساكن في نجران، وكان وقت مزان اجي هنا اسجل شيلات، حجز الاستديو هنا طول عمر اجي اسجل لي 10 شلات من 10 شلة. سمعت اذا ما به شلات رجعت النجران على هذا الموال. بعض الاحيان ارجع من الطريق اروح المقني في الوادي كلموني ورجعت. انا سمعت هذه بداياتي في المجال هذا. كلمني محمد مبروك وقال يا ابو سالم خذ معك مبارك بن مدغم الاكلبي. كلمته كيف الحال عساك طيب بشرني عنك، عندنا 6 أبيات كاتبها الشاعر سعد بن جدلان في بعير عنده قال له مصباح جاية هدية وكاتب فيها أبيات، قلت ابشر ارسلها لي. قال لا والله حين يا امي محمد ارسلها لك لان تعلمنا شلي لك ان زدناك ولا ما نقصناك. كلام ذرب مسي عليه بالخير ابو سعيد. طبعا انا الرجال كلمني في الشاعر من هو سعد بن جدلان. سعد بن جدلان كان في امسيه في نجران انا سمعت، وثنى على هالمنطقه وجاب قصيده وقال والله اني احبكم يا هالنجران. كلمه من سعد بن جدلان للتاريخ انا سمعت. جابت المقادير انهم يكلموني. طبعا انا في الاستوديو اسجل لي شله الواحد من الربع. قلت ارسل لي القصيده، قال والله محمد سنان تعلمنا كم انت بتاخذ وش اتعابك ومن ذاك الكلام. طيب ابو سعيد اللي خلاه يقول ذي الكلمه كلمه منشد قبلي، وعلى طول لأن يكلم يقول شاعر سعد بن جدلان المفروض تعطي فلوس عشان يعطيك سعد بن جدلان. يعني كان براند وقتها، ما كان في السوشيال ميديا مثل الحين بيوصلك اللي ما يخطر في بالك الشخص اللي يبغى الإعلام. لكن اللي مثلي والله ما درى ما عندي يسمونها خطة ما أدري إيش يسمونها مستقبلية ودراسة وما أدري إيش عن إيش أنا بسوي الأسبوع الجاي. ماشي معي بالبركة في هذا المجال. كان قدام عين الجميل لأبو محمد. الفرق انه كلمني بالطريقه، يقول لازم يفكرني خايف اني اطلب عليه مثل ما طلب المنشد اللي قبلي قال هي منقيه ايش القصيده، قال منقيه بالمبلغ الفلاني، طلب عليه متوقع 50,000 او حاجه زي كذا. الرجال يشوف ما عجبه الطريقه بالاسلوب على طول. يعني سمعته الشاعر سعد بن جدلان بالرغم بعدين
ما علمه ان القصيده لسعد بن جدلان، ما انا بنظلم المنشد الثاني. ترى الرجال له السلام عليكم عندنا 6 ابيات نبغاك تشلها. قالوا ايش موضوع القصيده؟ على طول الرجال ما يعرفه ولا عرف باسمه. قال قال منقيه ب50,000. قال اوكي يلا بيجيك منا تواصل. اسحبوا عليه، سمعت ما وجعهم الطريقه، كلموني علشان قالوا حنا نعطي فلوس بس نبغى نشوف كم للرجاجين وزي كذا. كلموني انا جا قدامي سعد بن جدلان، قلت ارسل لي القصيده. قال والله ما احنا مرسلينها لين تعلمنا كم تعرف. طبعا كلمني باسلوب يعني يلا اخلص كم انت بتاخذ، بس ما يعني هو حاط مبرمج نفسه ان الرجال ذا بياخذ حق مشروع له. خذ فكره عن المنشدين. يا سلام. قلت يا اخوي ارسل القصيده يمكن مكسره. قال والله بن جدلان يكسر القصيده. قلت لا يمكن ما يركب اللحن اللي عليها، ارسل لي. قال يلا بتجيك ارسلها لي يا طويل العمر. وانا في الاستوديو قلت ميت سعد، كنا نسجل عند سعد القحطاني، قلت قفل المشروع ده افتح لي مشروع جديد. قالوا وش اسم المشروع؟ قلت سعد بن جدلان. المهم ولحنها من اول لحن، حتى ما كان عندي خبره في المنقيات، لو حد تسمعون هذا الحين ما هي مثل شلات المنقيات. حطيت لي ايقاع تيه مصباح يا مال السلامه، قلت خلصها لي في اسرع وقت. جلسنا ومكسجها ووزعها طول العمر، ارسل هذه رابط ارسلتها لهم. قالوا هذه وش هي؟ قلت هذا الشله جاتكم. قال هذه بروفه، قلت العمل لك كامل. الشيء الثاني فهذه هديه اللي بن جدلان من هالنجران كله. قالوا ايش؟ طيب الاستوديو. قلت على الطلاق ما اخذ منها ريال، لا استوديو ولا شيء، هذه معاونه وانا افكر بشارك في المزاين. شوي الا ابو محمد لهم يدقون علي، قال اخذ ابو ارحب يا حسين يلا حي الله يبيض وجهك وعلي الطلاق يا كرامتك انت تستوي ونجيني. ما هو بتجي اذا انت معرض البيشه وعندك لا اباك تحرك تجيني خاص ابغاك. قلت انت خلاص انت والله الذي لا اله الا هو مو بطلاقك اني لا اجيك ولا استقبلها منك، لاني لا خذيت منك شيء حتى لو انها كرامه معناته انها اجار للشله دي. هذه هديه لك وانا متشرف ومتنومس اني شال لسعد بن جدلان، وتراني احبك في الله ومتنومس ودعناك الله. المهم يا طول العمر رأيتني قلت في مان الله باذن الله باذن الله. طبعا انا مخيلتي ان الرجال ذا كبير في السن، سمعت ويعني من سبع المستحيلات اني بقابله. قلت انا برسل له هذه الشلت وخلاص. كلمني رفيق اللي يا طويل العمر وقال عندي حفل الخوالي في الرياض ونبى نسجلهم عمل. قلت ابشر بالسعد. سجلنا العمل، قال حفلهم اليوم الفلاني يوم الخميس. حجزنا طياره ونزلنا في المطار، ويوم قلت على الشيخ جابر الا التلفون يدق، من اللي يدق؟ مبارك بن مطر ابو سعيد. ارحب يا حسين وش حالك؟ انا حاطه سبكر، ما انا جاي في لزوم رفيقي في هذا بن جرمان خواله ما ادري هاي هم يقربون اللي عندهم حفل. وحفل كبير ما هو بحي الله، حفل في اليخت الظاهر انهم لا الجميع كان عندهم حفل كبير. وانا جاي ماني اعرفهم ولا كلموني، كلمني رفيقي في هذا بن جرمان قال سعدك حطه. قلت الحين في الشيخ جابر يا طول العمر انا حاطه سبكر لمبارك يدق علي. ارحب يا حسين وش حالك عساك طيب؟ قال خذ معك. لا هذا سعد بن جدلان. يلا حيا وش حالك عشاك جاهز؟ انا في الرياض لا جيت بيشه. قال انا ادري انك في الرياض والله يا كرامتك انها قد دمرت وقد عزمت عليها رجاجي. حاطه سبكر اتصل على النبي قال صلى الله عليه وسلم انا جاي للرياض عندي حفل عند فلان واكيد انقذك داريبه. قال لي والله كلموني واعتذرت عندي شغل. قلت كرامة عندك ما جاي، انا جاي في لزوم رجاجي والمعد. انا ما ودي رفيقي يقول انه ترك حفلي علشان الشاعر سعد بن جدلان، فهمت؟ وانا حاطه سبكر. قلت يا ولد، قال علي الطلاق انها قد انتهت يا ابو سالم ولا تجيني، روح لحفلك والله يسترعك. انا مبدي انا ما كتبت قصيده هجاء لكن بتحرك القريح هذا اليوم من باب المداعبه والتواضع، فهمت؟ يضحك. قلت ابد قفلت منه. كلمت رفيقي قلت ها قدك تسمع؟ قال لا سعد بن جدلان. قلت قدك تسمع؟ قال والله يا الحرام لو ما عندنا حفل وسمعت انه اروح معك، لكن انت بيض وجه وسحب جلنط ونزل. قال روح على السياره انا باخذ لي تاكسي انت روح. رحنا يا طويل العمر وجيت وذا ما اخذ له استراحه في لبن. تعشينا وجاني واحد من العيال ذاك اليوم وخذ السياره، قال سيارتك مسكره على ناس نبى نفتحها عند سعد بن جدلان نبى نوخرها.
قلت تعشينا وسمرنا ولا طولنا ومشينا، ما به ميانة ولا في أي شيء. في علم في السيارة صار. الله كان يساري دق علي قال أبو سالم ترى بأغراض في السيارة والله مهب اللي تو عيني، ولو أدري إني بواجهك إن راح تسيلك وأرتب، لكن مع المغرب وإذا عندك اللي يعذرني عندك صندوق عودة على ترى غالي وجايني من رجال فلاني والله إني ناسي غالي جدا، وفي 20,000 اللي موجودة معي الحين، والله لو معي أكثر منها ندبر به، ولا أنت فايزين علي أيامي بالجميل، ما لك شيء ولا أني أعرفك، ورحت أنت وسجلت أنت وحاسبت أنت الاستوديو من جيبك ولا جيتني لكرامتك، ما تبغى مني شيء والله ما تفوز بها، وتراني لك اليوم ودو متى ما بغيتني اعتبرني ايتني وشلني بسيارتك ودني من حيث ما تبغى. الله يبيض وجهك يا أبو محمد، ود إنك علمتني من أول والله العظيم هم سايرتني، وترى المهم تلخبط الكلام والمشاعر يعني أنصدمت من شخصية الرجال ده. راحت الأيام يا طويل العمر. جاء عندنا لزوم في نجران رجعت له الأول، سافرنا حنية الإمارات ما خلينا مكان، وصار لي رحت بيه شمال تعدى وين جاء الجنوب كلمني وين جاء في الرياض، يعني الله يذكره الله يرحمه اللي بنقول ويغفر له. حضر في الحفل عندي في حفل التكريم وسوى شله فاجئوني بها والله العظيم اني ما ادري بها شيء، الناس يحسبوني مكلمه ومرتبه، كان مرتب فيها مبارك المطوم وكان مبارك ابو سعيد الله يذكره بالخير، تواصل مع المنشدين يوم جاء قبل الحفل بيوم لهم يرسلوني قال ترى الحين بنجيك، وجاني وهي صف من رابعه وعطى مبلغ الظاهر تقريبا حدود 30,000 وعطوا سلاح مرخص، ما هي بجايه من فراغ، رغم اني ما بعد صفطت له شيء، وذاك مات كان بسطتي اقول اني جبت له المبلغ الفلاني ولا جبت له قصر من الامير الفلاني واتمدح بالكذب، الله ما بعد جاه مني شيء، بالعكس لا جمايله مغطيتني، الله ما من رجال قد وديناه ومدح فيه وقصده وقال كلها علشان حسين. هذا بالنسبة للمرحوم سعد بن جدلان. وكلمة حق أو كلمة عندي لن يتكرر، ومن الظلم أن حد يساوي سعد بن جدلان مع شاعر الكرة الأرضية. أنا عندي لا متنبيهم ولا فلانيهم ولا يزعل لي يزعل ويرضى لي يرضى. ترجم القصائد كلها كل قصايده والله حتى قصيدة المدح نلحنها يجي معها سمعت وكلها ضاربة أنت سمعت. قصايد واجدة والله. طيب اللي في قصايد عندك؟ في قصيدة آخر ما أكتب سمعت إحنا طالعين من الإمارات جايين سيارة قلت يا أبو، طبعا أنا إن شاء الله قصايد شليت يا جميلة وشليت يا طويل العمر مصباح وشليت في منقيت بن عشوان منقيت الراجحي لا الراجحي لا شليت له واجد سمعت أكثرها مدح. إحنا طالعين قلت يا أبو محمد أبالي غزلية، كان راكبين على الباب اليمن بعد ما خط طويل طالع من أبو ظبي طول العمر جينا مع المنفذ، وبعد ما فهقنا الحساء ولا سحب النسيت معنا عيد بن نايف الله يذكره بالخير ومعنا مبارك بن مطمون مسدحين ور ولين نغني يعني أنا صحت من الفرقة أنا صحت من الفرقة، لا والله ما حنغني هذه. أنا قلت والله ما يسلي خاطري عن خشيم الذيب الأبراج ناطحة السحايب ما فيه. ما سمعت هذا يطول عمر طبت سمعت قال قلت أبو محمد طبعا كنا نغني قبلها بعدين سكتنا وقعدنا نسولف أبو محمد أبالي قصيدة غزلية. الرجال مبطي ما كتب غزل، لو حد يتابع سلسلة بن جدلان مبطي ما كتب الغزل كلها قديم. المهم قال أبشر يا أبو سالم وقام يتمتم على نفس اللحن كنا نغنيه قبل ساعة. وله يقول أنا قلت شبت هون القلب عقب الشيب، بدايتها غزلية. أنا قلت شبت هون القلب عقب الشيب وجتني بنات الغيت ومي بياديها بيت، بعدين طول سكت. أنا خذيت الملاحظات واكتب. الرجال في هني كملها غزلية. أنا مستحي من رفيقي أنا سمعت حسين لو يطلب عيوني عطيته إياها وأكسر القاعدة ذي. أنا قلني رجاني شايب ولا عدلي بالقصيد أجيب الغزل ما نتغزل في من يعني رجاني يحترم القصيد يحترمه بدرجة ما يخطر لك على بال. والدليل بعطيك إياه بعد شوي في قصيدة ثانية
شوي لا يهم لو اروح عن مربصبة واغترب واغيب يعني كل حرارة انها تولع برضيها. تغزل في بيشه ارضى رفيقه وطلبته سمعت ولا كسر ولا يعني تطرق الغزل. تغزل في بيشه خلصنا قال هذه عندك ترى لا نبقى لها ولا لين هذه القصيدة لك يا ابو سالم. قلت ابشر. خلصناها وسجلتها يا طويل العمر. قلت انا بجيك وبصورها تصوير لا راح ولا جاء. قال اجل خلني احل قلب يا ابو سالم واحط بنشد بالمرتبلات وبيت الشعر ونحط لنا مكان زين والما كلمتك تعال. قلت ترى مصورين جاهز صورها فيديو كليب لا راح ولا جاي. ابو محمد صورتوها يا ابو سالم؟ لا تعب الرجال بعدها ودخل المستشفى تدهورت حالته الصحية ولا عاد فكرنا لا في الشلة ولا شيء ولا نزلت الشلة إلا بعد وفاتها بسنة. والله أنا طريحت عندي في الدرج والله ما ولا كنت بنزلها أنت سمعت. لكن بعض الناس لما يشوف حسين ينزل لبن جدلان للتذكير الناس أنهم يدعون له ما عده إلا واحد من الرجال ذا بينه وبينه عيش وملح. النقاش في الرجال ذا مهما تكلمنا مقصرين في حقه. أنا معطيك الصلاحيات وكل قصايده انك تشلها. هذا صحيح صح. عز الله انه قال ابد تصرف فيها يا ابو سالم. وبالمناسبه امسي على اخواني ما عندهم الا اخواني لا محمد ولا مذكر ولا عبود ولا العياله كل بيهم متجاوبين لا بعد الحدود ومتواصلين معي كاني اخيهم الكبير. ما سمعت بالرغم اني مقصر والله العظيم اني مقصر معهم ولكن يعذرون اخيهم وشعار ورجاجيل وعلى سيرتي بيهم وعز الله انه ربى يعني ولدها الكبير بالرغم انهم صغار في السن مراهقين لو ناس غيرهم. محمد شاعر ومذكر وعبود بس عبود على نهج الشايب. مذكر مدرسة ثانية سمعت. عبود على نفس خطى الشايب وطالع ومن الداعمين الله والله يوفقه. والبروك نشارككم يا عيال هذه قصيدته في شاعر ايش شاعر العرب. يقولها فينا حطيتها على مدخل الله يطول الله يسعدك يا ابو سالم. طيب بنرجع لمحور حديثنا مره ثانيه. يا الربع اكثر الاسئله تجينا هذا تسجيل هذا لايف. انتم قاعدين الان تشوفون بث لايف احنا ما نسجل ولا نبث تسجيل. هذا اللي تشوفونه لايف وحنا مع ابو سالم وسهرانين الليله وسهرناكم معنا. ابو سالم الرشيد الشاعر ايش اسمه اللي تقابلتم فيها في المطار؟ شاعر مساعد الرشيدي. مساعد الرشيدي الله يرحمه. لا مساعد الرشيدي ايش الموقف اللي دار بينه ابو سالم من اكبر من الرموز شعراء الخليج. انا بعود اجيب لك ابشر كذا تمام. ترى خلني شغله عندي انا البرنامج علشان اشوف صورتي واشوف. لا ايوه لا تخلف. ترى اكثر الناس يسالون يقولون تسجيل. قول اكتب لهم بث برضه يا فخر اكد على الناس انه هذا البث مباشر ترى. طيب بالنسبه يا طويل العمر مساعد الرشيدي شاعر ما تقابلت معه الا مره يمكن ابو دقيقه او دقيقتين. كنا في برج الفيصليه او المملكه ناسي والله ابطي زمان. كان في تسجيل شعراء المليون واحد يقرب له معه ملازمه اخيه ولد عمه سمعت. جاني نصاني كانت خبر ناس جالسين انا رايح واحد من الربع بيسجل ولا ما كنت مسجل ولا شيء. كانت تربطني علاقه مع اخوي الغالي حسين العامري وكلمني قال زرنا يا ابو سالم وانتظر رفيقي ذا وكنا جالسين. مساعد موجود وكل شوي يجيه واحد اللي يصور واللي يعزمه يجيني ذا الرجال يلا حيا كيف الحال يا حسين ممكن اصور معك. صور معي يعزم قال معك فلان رشيدي انا والله ما ادري هو قال عمه اقرب له. المهم دعاه ذاك ما ادري ايش يبغى منه كان عندي دعاه مساعد دعاه كانوا يبغون يمشون ما ادري ايش يقول ولا هو معرف يقول حسين آل البيت. جيتهم سلمت عليه حبيت فوق خشمه رجال كبير قدره وعارفه وشاعر. قال هذا المنشد حسين آل البيت. قال البيت وش ترجعون؟ قلت من يوم والله ونعم ماجور والسلامه. الشفره دي ما يقولها واحد الا هو متمرس يا ولد دام ربعنا الرشيد يعني انا مره الرجال
جاب لي اللهجة النجرانية، تيود وقف أنت بسعد الرشيدي و70 نعم، لكن ماجور ذي ما يقول هاي واحد، أنت خوالك من قال لا أنا دارس في نجران، والله نزل مني مدري هو أول ابتدائي ولا خامس ابتدائي، منها في الابتدائية، وواجيها أكثر من مرة يقول جيتها زيارة ولا بد اللي بجي وسويت فيها أمسية. ما كان أحد أتوقع أنه يدري أنه درس في نجران. ما في السوشيال ميديا مثلا الحين قد كلنا يدري، قد تدري إيش اللي في أمريكا وفي الصين وفي سمعت من أول ما في إلا شاشة التلفزيون ولا خاطئ لك أو يطلع اللي في التلفزيون يطلع عمره يقول له القصيدة ولا شله خلاص انت. طيب أنا كنت أقول معلومة بس ما أدري أنت تأكد لي صحتها ولا لا. إن شعراء الآن المتصدرين القمة بدأوا من الفواصل والمختلف والمجلات هذه والجرائد القديمة اللي كانت موجودة. هل هذا الكلام صحيح؟ اللي مسلطين الحين على الساحة مثل معطني اسم عادي. أنا ما بعطيك اسم بس بقول لك اللي اسمائهم شهيرة بدأوا من مختلف وفواصل هذا كلام صحيح ولا لا؟ أنت كذا إجابة إذا أجبت بهمش ناس. لا أنا ما أقول لك، أقول لك هل فعلا ولا لا. من عطني اسم عادي. أنا ما أقول لك متربعين على القمة بس أكثر شهرة مشاهير يعني تتكلم عن الشعر. فهد الشهراني، سعيد بن مانع، زياد بن نحيت، دقيقة زياد بن نحيت، محمد بن الذيب، مانع بن شلحاط، علي بن حمري. ممكن أنا أتكلم عن مثلا عندك ياسر التويجي. طيب كيف كانت مختلف؟ حتى بداياتهم كانوا في حقبة طول العمر ما فيها سوشيال ميديا ولا فيها تلفزيون ولا في، كانت صحف سمعت، وفي شعراء كانوا منجمين وقتها، جاءت القنوات التلفزيونية وجاءت الأمسيات. محمد بن الذيب ما هو في هذه الأمور يعني ما كانوا يدعمونه هذا التصور اللي عندي يعني، ما كان مثل بعض الشعراء اللي مسنتر على أغلاف المجلة. ترى محمد بن الذيب بعد ما اشتهر يعني أعطيك مثال، جاء في أمسية وقلب الدنيا سمعت. علي بن حمري كذلك. الأمسية اللي كانت في الإمارات. لا في قطر بداية، أنا أتكلم عن بدايات. علي بن حمري جاء في الكويت يا طويل العمر من أمسية هلا فبراير طلع نجم. في بعض الشعراء لا تلمعهم الصحف إذا عندك المجلات سمعت وقصيدة مهوب. بعدين جاءت الأمسيات جاءت القنوات ما طلع اللي من المجلات وهذا إلا المبدع يعني مثل سعد علوش. أنا أعطي أمثلة يعذروني ترى اليوم أنا عفوي بقول الأسماء قد تكون صح وقد تكون خطأ بس هذه وجهة نظري واللي عندي. ما سمعت. الربع يمثل نفسه أنا مالي شغل. ما سمعت. لا يمثل نفسه أنا أعرف. طيب عشان يفهمون الشعراء الحين المجلات أوكي اتفق. فاصل. شر بس سعد أعطيك شاحن. أعطيك شاحن. الليلة شغلناها مسلم. أبو عبد العزيز مايك عاطفي. ايوه كمل بس. يعني طيب أبو سالم في موضوع برضو مهم احنا أنا وأنت لازم نتكلم فيه. موضوع أبو سالم هل هو مقل في طيب خلينا بدي نقفل نقاشنا الأول. لا ما ودينا أكثر في النقاش. لا عشان الناس يفهمون يعني مثلا في شعراء لمعتهم المجلات. اشتغل أسلم صح؟ إيه. اتفقنا مثلا 10 شعراء كانوا هم التوب والناس يعني مكسرين الدنيا، النجم ذا النجم الشاعر الفلاني ما بلا تشوف له صورة على غلاف المجلة ما في إلا المجلات، ما كان في لا أمسيات ولا كان في ناقل الأمسيات، حتى الأمسيات ما بلا بصور بس ما كانت تصل مثل الحين. جاءت القنوات التلفزيونية الشعراء اللي ينجمونهم يلمعونهم. خلصتوا نقاشكم انتوا اثنين؟ لا طيب. كمل انا معك ترى بس بنشغل المايك. اشتغل ولا باقي؟ اشتغل ان شاء الله. تسمع صوت ابو عبد العزيز؟ صوتي واضح يا الربع. بشر. الو اشتغل. تسلم يا ابو سالم كمل ما اقطع وردك. اوكي اتفقنا في شعراء مثلا اعطي مثال 10 شعراء ملمعتهم فواصل والمختلف. اوكي تمام. جاءت الامسيات وجاءت القنوات التلفزيونيه. يا سلام. عرت بعض الشعراء بعضهم اللي شاعر وناجح ومبدع طلع كانت سبب توصيله المجلات هذه ووصلته للقنوات. اوكي وبعضهم عرتهم يعني ما عنده شيء رجال لا ولا بريال فهمت اما يكتب له ولا يطول العمر ملمعين صورته. اتفقنا. القنوات هذه برضو طلعت شعراء كثير ما خدمتهم المجلات. شوي التلفزيونات هذه والمواقع المنتديات واقتلت الصحف انتهت المجلات. طيب بزمانها بشعراء اللي يلمعونهم ما بقى الا الجيد
سمعت. خلصنا من التلفزيونات كذا، جاء وقت السوشيال ميديا. يا سلام. طبعا جات حقبة طويلة واستفادوا منها، اللي هو الشاعر الكبير محمد بن الذيب، وهذا لازم له أسئلة ولازم له نقاش ولازم له هو حوار ثاني. أبو راشد، محمد بن الذيب، ياسر التويجري، سعد علوش، الشعراء اللي معه، وكانوا مغطين الساحة وخذوا نجومية. سمعت. وينافسون، صعب انك تطلع معهم. رجال جلد ولا النجوم صعب انك تطلع، مبتدي يذبحونك. يعني تخيل أمسية ولا لقاء لسعد بن جدلان، بعدين يطلعون حسين آل بيت شاعر. يا ولد وين مع من؟ جاء بعدها بأسبوع ولا بشهر مسوي لقاء مع محمد بن الذيب، تبى تجيب حسين، ما معك، ما خلين الجو. قاعدة جماهيرية، نجاح مدة سنين، تراكمي، يعني ما هو طالع من قصيدة، فطاحلة وشعر. الناس ما عندك إلا أداة التلفزيون، تجلس تنتظر اللقاء الفلاني ولا الأمسية الفلانية، ترقبه. اللقاء انتظروا لقاء الشاعر الكبير محمد بن بن شلح. سمعت زي كذا. بعدين جات الشاشة الصغيرة، الجوال، قتل الشاشة الكبيرة، التلفزيون. الشعراء الكبار هم اللي قتلوا أنفسهم. ليش؟ يعني أنا من ضمن الأفكار اللي عندهم، يعني أنا عندي حساب التيك توك، هذا ثاني حتى ما نبطالع فيه بث ثاني، طلعت فيه بث مرة في رمضان. ارحب يا أبو سالم، منور بثنا اليوم وسعيدين فيك في هذه الأمسية الجميلة. طبعا برنامجنا هذا اسمه برنامج بث، مقدم في حساب رائد عبد العزيز. طبعا البرنامج هذا اشتغل معي فيه فريق للأمانة، يعني كلهم ما قصروا. فريق اسمه فريق دور الرياض، يمكن انت مريت انا ايام في الطائف. اوجه لهم شكر للفريق هذا، والله اوجه لهم شكر، لا سواء العاملين لا سواء الإدارة، الله يعطيهم العافية، ما قصروا. بهاج عرفته يا طويل العمر من برنامج سكريبت قناة الواقع. يا سلام. هو مسعود بن شعفول وحسين الوايلي وعزيز، يا كثرهم كثرة. هذا الحين شوف سعد الشهري، تطير على الأسماء. سمعت؟ أسلم. متواصلين معي ومتشرف منهم إن كنت أقدم عندهم فقرة المضيف. بهاج متواصل معي وحضر عندنا في أمسية في نجران، مدرن أمسية حسين، ما قعدت لهم محضرين عندي، الله يبيض وجهه. ومتى ما أبغى حسين بيلقى حسين قبل كل حاجة. لكن صدمني في جماهيريته، كلمة حق، ترند 3 أيام بهاج في نجران، يعني لونها وهمي، ساعة وتروح. نعرف الترند اللي وهمي ونعرف الترند الصدق. سمعت؟ يعني الترند الوهمي يجيك ترند لكن ما عنده تغريدات. يا سلام. عدد تغريدات 12,000 13,000. محبة الناس ما هي جاية من فراغ. يمكن يذكر كلامي له أول ما قابلنا، الرجال ما يبغى البرنامج بديره 3 شهور لا تطلع ولا تكلم ولا شيء، والحر بتضايق. سمعت؟ ولازم انك تصنع في القنوات هذه للجماهير، محبة الجماهير. ما اتكلم البرنامج، القنوات يجيبونك يحطون عليك الكاميرا وانت وشخصيتك. 99% من اللي يدخل البرامج هذه لازم يتصنع. تقصدني انا عارف، ما دخلت برنامج واقعي. بهاج شخصيته عدم يعني تصنعه، حبه فيه الجمهور. ما سمعت؟ هذه كلمة بسيطة البهاج. الشيء الثاني اللي ما يفهمونه الجمهور، اللي أبى أتكلم عن بهاج. انتظروا بهاج في فيلم بيكون بدور بطولي، ما هو بكمبارس مشي حالك يجيب له دور يمشي. وقريب جدا بنصوره بإذن الله الواحد لحد. الفيلم اللي تكلمنا عنه يا أبو سالم؟ لا ترى كذا طالب خلها، أنا ما أبغى لا إضافة ولا أبغى شيء. لازم الإضافة، لازم. أنت عاجبك الوضع كذا؟ ما هو مسألة عجب، إلا قروشتنا لا بناخذ هذا. كمل ما عليك، كمل كلامك. كذا خلي أزرق، أشوف حط أزرق. أصبر أزرق ما يجي، دخل القواعد أنت في التصوير. دام أبو عبد العزيز يزبط. إيش رأيكم في حركته في البث؟ لا هي بجوالات كاميرات،
وجايب له هنا جهاز رجاجيل بحدود 5000. لازم نطور موروثنا يا ابو سالم، لازم. كلام جميل. كذا ان شاء الله الله عزل انا مبين فيني النوم، ترى اني صاحي من النوم يا الربع. انا عارف والله. طيب اسلم يا ابو سالم. بس هذا يتكلم عن بهاج. طبعا الفيلم عندنا فيلمين. الاول انت لازم ابو الريس ولا بتغير اسمه؟ انت خلاص كشفت اوراقنا. طبعا فيلم راهن عليه، طبعا حقبة عام 80. نمثل تكلم لا بشيء خلاص، يقول لا تكلم ولا شيء خلاص. لا والله كمل. بس بيكون معنا فيه بهاج، يكون فيه عمر العسيري، عبد الله الحارثي مبدئيا، وبيكون معنا العقيد، احتمال يكون معنا العقيد من قطر. قبل ايوه اثناء البث اقسم بالله انا مرسل لي السيناريو حق الفيلم. السيناريو مرسل لي الكاتب محمد بن زياد الخالدي. حق اي فيلم؟ اللي هو حق ابو الريس وغير اسمه اللي هو دموع الولايه. عاد الاسم العنوان عندك. لا انا ما عليك، هذه الامور ان شاء الله سهله وتعديلها سهل. انت عارف تشوفون المعروف في البث انك تبث من جوال لايف، ترى الحين لايف ما هو بتسجيل. وصدمني وقالت عندي ابو عبد العزيز اللي هم نزل له هنا جهاز وجاب معه كاميرتين، حط هنا كاميرا وهنا كاميرا، وقلت انها تسجيل، قال لا لايف. المفروض يكرمونك في التيك توك يا اخي على هذه الطريقه. قد حد سبقك قبل؟ لا ما ادري والله، ممكن. لا اعتبروها براءة اختراع. اول ما قام بعدها. طيب سالم، في ناس يقولون رجع السؤال ابن جدلان يكرم القصيد، كيف يكرم القصيد؟ هذا السؤال مهم والله. يحترم القصيد؟ يمكن علشان 3 أبيات عند قصيدة أرسلها لي طول والله فيها، وكل ما جينا بنسجل قال بالرغم انها انا اشوفها انها منتهيه خلاص. طبعا هي في الشاعر محمد بن الذيب يوم كان مسجون، وكان موجه للشيخ تميم طلب الله يذكره، سجنته الاولى وعلى سبيت وقفلها اطلق صراحه محمد بن الذيب تكفى يا تميم، حاجه كان والله اني ناسيها. ف هذه يوم انا اقول لك انه يحترم، ما هو بعض الناس يجي يكتب له في اليوم 3 قصايد 4 قصايد بيدعس كافيته، بيجيب نفس الموضوع اللي تكلم فيه قبل 2 أو 3 سنوات. يعني اغلب الشعراء سمعت الرجال ذا من يوم عرفناه لا بعد جاب قصيده موضوعها نفس يعني الكلام اللي في القصيده او المفردات كاتبها قبل 10 سنين ولا 5 سنين، كل قصيده بكر وكل موضوع تلقاه بكر. ما سمعت يحترم القصيد. ما سمعت بالرغم انه يقدر اكتب له في اليوم 100 قصيده. الهاجس اللي عند ابو محمد جعله الجنه كفو، ترى الهاجس بعضها كفو بعضها رخمه. سمعت ولا كلنا الله اكبر؟ ليش ما نسالك؟ طيب يلا اسال. في اسئله للجمهور هنا ولا خلاص؟ لا نبغى اسئلتهم لك انت، البرنامج اليوم انت ضيفنا طالع وحنا ضيوفك. سمعت ايش جاب الطاري قبل شيء نتكلم عن الحساب وما الحساب. طبعا انا جبنا الطاري على ابو عبد العزيز. قبل رايد يكلموني والله ناس واجد، اطلع معنا بث اطلع معنا بث، اذا ما عندك رسائل هادفه يدعمون بلا تحديات فما ودك يعني تجرح مشاعر ناس طالعين يبثون هم ربعك واخوياك انت سمعت. لكن هذا ده مبدا عندي اني ما ايد هذا الشيء، لكن يجب انك تكون انت حسين او انت اي واحد ثاني عندك جماهير انك تحترمهم، تطلع معهم في جميع منصات السوشيال ميديا. سمعت برنامجك ذا والله انه حمسنا احنا ندخل في التطبيق كلمه حق يعني ما قد مر علي. تجهيزات انت قصدك تطلع بالتجهيزات هذه، سواء تجهيزات او المحتوى اللي طالع لنا دائما اللي انا اشوفه اثنين مقابل بعض في الشاشه، تحديات وكلام، وحتى التعليقات ما ترقى نفس انا اللي هنا كلها مدح وكلها ترحم سعد بن جدلان وكلها نقاش. يعني ما شفت من الكلام اللي الحين نشوفه يصلنا في البثوث الثانيه، فيحمس الواحد انه يدخل في هذه التطبيقات. ادخل يا ابو سالم، وبالنسبه للتجهيزات ابشر واحتزم بعينك. طيب بالنسبه للفيلم ايش رايك؟
الفيلم تعطيهم نبذة عن الفيلم. طيب نعطيهم نبذة عن الفيلم. ترى أبو دوخي معنا، نبى الجموس يا أبو دوخ. والله بتكسرها تكسير. معذر فيها بس خلى الورشة شغالة يا أبو دوخ. ارحبوا يلا حيهم جميعا. بالنسبة للفيلم جماعة الخير مثل ما تكلم أخوي أبو سالم، عندنا فيلم إن شاء الله ناويين يعني قصة طبعا طويل ما هو قصير. إيه طويل طبعا. بيعرض في صالات سينما ونتفليكس وزي كذا. بيعرض في نتفليكس وصالات سينما. الفكرة من الفيلم يا طويل العمر إنه أول شيء مبني على أحداث حقيقية وفي وازع رحمة وإنسانية، والقصة يعني أنت طلعت عليها بس إحنا والله ما نقدر نحرق عليكم الوضع هذا. فإن شاء الله قريبا انتظرونا، يعني إحنا شادين حالنا في الموضوع وشغالين في السيناريو وشغالين في التفاصيل هذه. طبعا القصة ترى من عندي، من عند رايد. أنت إيش رأيك في القصة؟ والله القصة جبارة، حمستني إني أطلع أمثل فيها. تحكي واقعنا ولهجتنا وعاداتنا وتقاليدنا. طبعا القصة يبغى لها واحد يكتبها يعني يفرغ النص. القصة اللي في راسك ينزلها ويكتبها لك بأكثر من مشهد، يعني عشان تسهل للمخرج. أستعنا بأخوي الغالي الكاتب محمد بن زياد الخالدي، بتشوفنا في لقاء قريب إن شاء الله. وفاجأني حقيقة يعني. هذا صديقي أبو سالم. أول شيء الله يحييك، أنتوا دولة كل بيهم واحد. الله يبقيك والله يا أبو سالم. الشيء الثاني بعد اليوم يعتبروني مسنترم في ذا التيك توك. سمعت خلاص سمعت، لكن برامج نفس كذا واللي عنده أفكار ندعمه. ومرحبا والله بالجميع. انتظرونا في فيلم قريب جدا جدا جدا، يعني المفروض نحن مصورينه من رمضان، ولكن خيره التأخير هذه صارت في صالحنا. الحمد لله. جاية أبو عبد العزيز من شان ذا الموضوع نسوي فيلم غربي القبابية. إيه سمعت. والله يبيض وجهكم. نتمنى نحن ما غلطنا على حد. النقاش عن الشعراء انقطع، كانكم ما سمعتوا شيء، ما كان حتى تطرقنا موضوع الشعراء. التجربة كانت انك تعطينا كذا شلة من شلاتك، لكن خلاص أذن ووقتنا انتهى. طال عمركم والله يكتب أجرنا وأجركم. الآلاف يا أبو سالم. الآلاف مليونين. الآلاف. مرحبا ومسهلا. يلا دمتم في رعاية الله. شكرا لكم، شكرا للفخر، شكرا لفريق دور الريادة على جهودهم. وإن شاء الله انتظرونا في بثوث بكرة، ويمكن بث معك. ما عندك مشكلة أبدا. احتمال بكرة نبث مع أبو سالم، بس بنجيب بطاريات من برا كبار. الله يوفقك ذا الشباب. يلا في أمان الله يا الربع. الله يكتب أجرنا وأجرك. الله يحفظك.